يفرح هذا الشعب. تمنيت لو أننا فزنا حتى ما ننتظروش هدية من زيمبابوي على تونس. تمنيت لو أن رئيس الاتحادية روراوا تخلى عن غطرسته وكبرياءه فقط لنفوز ويفرح هذا الشعب. تمنيت لو أن روراوا حافظ على المدرب الأنسب ولم يغير المدربين كتغيير الجوارب ليفرح هذا الشعب. تمنيت لو أن اللاعبين ابتعدوا عن المشاكل والصراعات الصبيانية فقط ليفوزوا ويفرح هذا الشعب. تمنيت لو أن روراوا ما بذرش المال واهتم فقط كيف يسعد هذا الشعب. تمنيت لو أن روراوا ومن معه أحبوا الجزائر مثل ما أحبها هذا الشعب. تمنيت لو لم يكن في ذهني شخص اسمه روراوا ومنظومة رياضية فاسدة تبحث عن مصلحتها على ظهر هذا الشعب المسكين. وآخر أمنية تمنيت لو لم أتمنى أن تكون كرة القدم فقط مفرحة ومحزنة لهذا الشعب، لكنني تمنيت، نعم تمنيت. تمنيت لو لم أتمنى كل هذا. تعادل مع المنتخب الثاني للسنغال، قبل ذلك خسارة من تونس، وقبل ذلك تعادل من زيمبابوي. أخرجنا من الدور الأول اللي كان الغابون. قبل ذلك أوهمونا بأننا سنتأهل للدور الثاني ثم نذهب إلى النصف النهائي والنهائي ونفوز. يعني لا عجب، خسرنا كثير من المال ولا واحد كان يحاسب، رئيس الاتحادية في جهة ولا حتى الوزراء اللي مروا على كرة القدم الجزائرية. لما تحدثنا من قبل وقلنا باللي هذا المنتخب مشاكل كثيرة، كانوا الناس ربما البعض يقول لك لا، روراوا للأسف مصالح، ما عندناش مصالح. باتقون هذه الحياة. أنا نشجع منتخب تونس منتخبي، لكن ماش قاعد نبكي على تونس، نبكي غاضتني كثير الآن. روراوا سبب تخريبها، روراوا تغيير المدربين حطهم الجزائر، روراوا طلع الجزائر أقصى درجة وحطهم الجزائر أقصى درجة. روراوا هو 3 مدربين يغيرهم كأنه شراب أو حاجة. بالبركة على المنتخب التونسي. ما عندناش ايكيب، باسكو كيما راكم تشوفوا ما عندناش ايكيب. كون جات عندنا ايكيب رانا ربحنا. هي بالبركة على المنتخب التونسي. واش نتمنى له كاس ابريق. احنا ما عندناش مدرب، ما عندناش كرة، تعبنا اختي، تعبنا عيينا. خلينا والدينا وجينا على جالهم بهدلونا اختي، خلاص يا نمار بهدلونا. اليوم ايه رايك في اداء المنتخب الجزائري؟ والله اليوم ما فهمناش، يعني ما على باليش علاش لعبوا هكذاك. لونطرينور خايف، سليماني اوت. تحية خاصة للمنتخب التونسي، لعب مقابلة جميلة يستحق الفوز، لأن الفريق الوطني كان خارج الإطار مثل المقابلة الأولى. احنا عندنا مشاكل داخلية في المنتخب الوطني،